وأظن أن كنت منتظر أننا غنكونوا مع البلد المضيف، بحكم أننا هذه 20 سنة الأخرى دائما المغرب كيطيح مع البلد المضيف، ومن ثم كتكون المأمورية شيئا ما صعبة. كتعرف ملي البلد المضيف هو اللي كيستقبل الملعب ديالو، الجمهور كيكون مؤازر بالجمهور ديالو، زيادة على كتعرف لاكاف أنها ما كتبغي شيء المنتخب المضيف يتصفق في أول دور لأن الملاعب كيخواو. وبقات مع المنتخبات اللي قوية كالكابون، وكنعرفوا المستوى ديال البطولة ديال الكابونية والفريق الكابوني عامة، زيادة على كوت ديفوار اللي ما نقدموش لكرة القدم ديال كوت ديفوار لأن كنعرفوها. الآن ما عندناش شي فكرة على، من غير رواندا اللي كنا لعبنا معهم فاس، ما عندناش شي فكرة على المنتخبات اللي غنلعبوا ضدها. الآن غنجتهدوا شيئا ما باش نشوفوا أشرطة ونشوفوا مقابلات ديالهم الآخرين، باش من ثم نهيئوا اللاعبين على هذا الدوري اللي غادي يكون في رواندا إن شاء الله. كنظن أن بالنسبة للبرنامج، البرنامج محطوط مسطر. فكادير كنت اجتمعت مع سي نور الدين الوشحاتي اللي هو المسؤول على المنتخبات، وعطيته الخطوط العريضة ديال البرنامج، وكنتسناو الآن نلصق مع لي فونكسيونير ديال الجامعة باش نشوفوا هذا البرنامج كيفاش غادي يخرج حيز التطبيق، لأن كاين حجز الفنادق، الملاعب ديال التدريب ايتترا وعدة أمور. فكنظن انه ولا لي فول امتى غنمشيو، وفين انا رواندا بعيده شويه، وفين ندوزو، واش غنمشيو على اوروبا ولا غادي يكون ان فول سبيسيال. الان باقي ما غنصاوبوا البرنامج ونسق مع لي فونكسيونير ديال لا فيدراسيون، ومن ثم يصدقوا عليه سي بوسحاتي وسي القجاع. البطوله غتنتهي الدور 15 نهار 6 جونفي، دونك غادي يكون راحه اللاعبين نهار 7 و 8 في جونفي. غادي يكون اخر تربوس هو اللي غادي يكون الثالث، لان غادي يكونوا جوج تربوسات ان شاء الله في الموا ديسمبر، ولكن غادي يكونوا ديال 3 ايام بو بلوس، لان البطوله كاينه وما يمكن، ما عندناش مساحات فين نديروا مقابله وديه. غنقلبوا دون لا ميجور دي بوسيبل باش تكون عندنا شي مقابله في هذيك 10 ايام اللي غتسبق البطوله الافريقيه، ولكن لحد الساعه ما عندناش بالضبط شكون المنتخب اللي غادي يكون فارغ وعنده مساحه فين يمكن لنا نلعبوا معه. الان يلا كنهضروا على تربوسات ديال جوج في الموا ديسمبر، وتربوس الاخير اللي غادي نرحلوا فيه لرواندا ان شاء الله. هو كاين عده احتمالات. كاين الاحتمال اننا نقدروا نلقاو نرحلوا مباشره، ما نمشيش مباشره رواندا ولا الكينيا، لان كتعرف العلو لالتيتود تما، لان تعرف رواندا لالتيتود خصك على الاقل واحد 10 ايام ديال ادابتاسيون. دونك الا كانت كينيا اللي يمكن عندهم ملاعب في مستوى كبير وفنادق في مستوى كبير، وهم على ساعتين ولا ساعه ونص من رواندا، دونك تما تقد تهيئ بشكل جيد وتهيئ الفريق على الخطه اللي يمكن تلعب بها، ويمكن تلقى فريق وطني تما اللي يمكن تلعب معاه. وملي تبقى 3 ايام ولا 4 ايام من الاول مباراه نعاودوا نرحلوا لاوغندا. وكاين برنامج اخر هو الا تعذر عنا نديروا هذا البرنامج، كاين برنامج اللي غنمشيو مباشره لرواندا. باقا كاين الجروب ديال الجروب سي اللي فيه تونس ونيجيريا والنيجير وغينيا. مي جو بونس انا في رايي المتواضع ان كاين دي جروب اللي هما مجموعات اللي قويه، بحال المجموعه اللي فيها الكونغو واللي فات حرز على اللقب، الانغولا والكامرون، زيادة على الاثيوبي على الحبشه. الجروب دي
فيه زيمبابوي والمالي والاوغندا وزامبيا، هادو تما ماشي منتخبات سهله. ف باستثناء الجروب اللي فيه تونس اللي كنظن انه هو الاسهل، ولكن المجموعات الاخرين كلهم مقاربين، الا الفرق اللي كاين ما بين هذه المجموعه الف وباء ودي هو ان احنا عندنا المنتخب المضيف.